يا صباح الفل. النهاردة هنحضر مع بعض العيش الشامي بدون فرن. هنحضر النهاردة مع بعض العيش الشامي على الطاسة في منتهى السهولة والبساطة بدون ما نحتاج لفرن. هنحضر النهاردة عيش في منتهى الجمال، خبز او عيش حلو قوي طري وخفيف وطعمه حلو جدا لكل انواع السندوتشات. بجد مش هتبطلوا تعملوه بالطريقة بتاعت النهاردة. كمان هنحضره النهاردة بمقادير وبمكونات كلها في البيت. عيش اقتصادي جدا، هنحضره بدون زبدة وبدون كمان سمنة. سهل وبسيط وسريع التحضير جدا وفعلا مش بياخد اي وقت. كمان هنحضره النهارده بعجينه ناجحه جدا اقتصاديه وتنفع ان احنا نستخدمها في اي معجنات او مخبوزات احنا عايزينها. يا ريت نعمل لايك للفيديو، ولو جداد على القناه او بتشوفوني لاول مره انزلوا تحت الفيديو اضغطوا على كلمه سبسكرايب او اشتراك وفعلوا الجرس علشان دايما يوصلكم اشعار باي وصفه او كل فيديو جديد. ويلا بينا نبدا نشوف الطريقه والمقادير على طول. هنبدأ نحضر العجينة على طول، وكل اللي هنحتاج كوبايتين من الحليب، ومهم يكون الحليب دافي. كمان نقدر نستخدم المية ونستبدل الحليب او كوبايتين الحليب اللي انا ضفتهم بكوبايتين من المية عادي جدا، وبرده النتيجة هتكون حلوة قوي. تمام. هنحتاج كوبايتين من الحليب وهنضيف عليهم معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ما يعادل تقريبا كيس من الخميرة الفورية 16 جرام. كمان هنحتاج معلقة كبيرة من السكر ونص معلقة صغيرة من الملح. بنضيف الملح والسكر والخميرة على الحليب وبنبدأ نقلبهم كويس جدا لحد ما بنتأكد ان حبيبات السكر دابت تماما معانا. لو مش متأكدين من نوع الخميرة اللي احنا بنستخدمه في الخطوة دي لازم نسيب الخميرة 5 دقايق تتفاعل علشان نتأكد ان هي شغالة وكويسة معانا. اوريدي طبعا احنا متأكدين من نوع الخميرة اللي احنا بنستخدمه، فهنبدأ نضيف باقي المكونات على طول. هنحتاج كمان كيلو من الدقيق، ده دقيق متعدد الأغراض، يعني أي نوع دقيق متوفر عندكم تقدروا تستخدموه عادي. ضفت كيلو من الدقيق، وطبعا الدقيق مهم جدا ان احنا نكون نخلينه. كمان هنحتاج ربع كوباية من الزيت النباتي، أي نوع زيت متوفر عندنا نقدر نستخدمه عادي في العجينة. كمان هنحتاج معلقة كبيرة من البيكنج باودر وضروري نضيفها، بصراحة بتفرق جدا في ان العجينة او الخبز او العيش في الاخر يكون خفيف معاكم وهش جدا. تمام. فضروري نضيف معلقة البيكنج باودر الصغيرة دي. بعد ما بنضيف كل المكونات بنبدأ بقى نعجن العجينة بتاعتنا كويس جدا لحد ما تكون معانا طرية، وفي نفس الوقت العجينة مش بتلزق في ايدينا. لو هنعجن بايدينا هتاخد بالظبط معانا 10 دقايق، لو هنستخدم عجان هتاخد معاكم 7 دقايق والعجينة هتكون اتعجنت معاكم كويس جدا. اهم حاجة نوصل بقوام العجينة ان هو يكون طري معانا وفي نفس الوقت مش بيلزق خالص في ايدينا. بعد كده بنغطي العجينة بستريتش راب او اي كيس بلاستيك عندنا، وبنبدأ ان احنا نسيبها ترتاح وتخمر. هتاخد بالظبط معاكم ساعة، وممكن ساعة وربع او ساعة وتلت على حسب طبعا المكان اللي احنا حاطين فيه العجينة. اوريدي الجو برد شوية ففعلا هتاخد معاكم وقت في التخمير شوية. بس اهم حاجة نخلي العجينة ترتاح وتخمر كويس علشان ناخد نتيجة افضل للعيش. يكون يرتاح كويس العيش يطلع معانا منفوخ، وكمان نقدر نفرده بكل سهولة. تمام. بعد العجينة ما بترتاح معانا كويس وبتخمر بنبدأ بقى ان احنا نشكلها ونقطعها لكرات يكون حجمها متوسط. قطع العجين او حجم كرات العجين ده بيرجع ليكم، حابين تكون كرات العجين كبيرة او صغيرة او تكون بالحجم اللي انتوا شايفينه ده على حسب رغبتكم انتوا. ممكن تعملوا قطع العجين او كرات العجين صغيرة وتعملوا الخبز اللي هو الصغير ده اللي زي بتاع المطاعم والمحلات، او ممكن نقطع كرات العجين بنفس الحجم اللي احنا شفناه ده وتبقى معانا يعني اللي هو العيش الشامي بيكون حجمه متوسط، وهنشوف طبعا حجمه وكمان سمكه دلوقتي مع بعض.
اهم حاجة بعد ما بنقطع العجينة لكرات بنسيبها ترتاح اقل حاجة ربع ساعة او نص ساعة. طبعا الجو برد فهتحتاج معاكم ربع ساعة كده ان هي ترتاح علشان تديكم نتيجة افضل وتبدأ تتفرد معاكم العجينة بكل سهولة. بعد كده هنبدأ نشكل العيش، وكل اللي احنا بنعمله بنبدأ نفرد العيش عادي جدا. يعني بنبدأ نفرد العجينة عادي جدا، بناخد قطعة من العجين وبنبدأ ان احنا نفردها بفرادة العجين بالشكل اللي احنا شايفينه ده. نقدر نتحكم في سمك العجينة سميكة او رقيقة على حسب ما احنا حابين سمك العيش يكون عامل ازاي. يعني انتوا اللي هتتحكموا في سمك العجينة وانتوا بتفردوها. تمام. لو ملاحظين ما شاء الله العجينة عشان ارتاحت معانا كويس بتتفرد معانا بكل سهولة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ده شكل العجينة بعد ما بنفردها بتكون معانا بالشكل ده. تمام. دلوقتي بقى هنبدأ نسوي العيش او الخبز، ونقدر نستخدم اي طريقة في التسوية. عندنا طريقة من اتنين، وهي ان احنا نبدأ نسوي العيش في الفرن، او ان احنا نسويه على الطاسة زي ما انا هعمل النهاردة. كل اللي هنحتاجه هنحتاج طاسة جرانيت او تيفال او سيراميك، اي نوع طاسة يكون مش بيلزق معانا علشان ناخد نتيجة افضل والعجينة ما تلزقش في الطاسة. تمام. كل اللي احنا بنعمله بنحط الطاسة كده على النار 5 دقايق تسخن معانا كويس. بعد كده بنبدأ ناخد العيش بعد ما بنفرده بالشكل ده وبنبدأ نسويه عادي جدا على الطاسة. بنبدأ نحطه على كل جنب كده لمدة دقيقتين لحد ما يستوي معانا. اول ما بيستوي معانا من الجنب اللي تحت بنبدأ كده نقلبه على الجنب التاني علشان يستوي كويس وياخد تسوية بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ما شاء الله عايزة اقول لكم العيش كان بيتنفخ معايا، وكان بجد النتيجة بتاعته كانت حلوة قوي. ده طبعا لان احنا لازم نسيبه يرتاح بعد ما بنفرده. لازم نسيبه برضو يرتاح اقل حاجة كده ربع ساعة او نص ساعة. كل ما كان الوقت اطول يعني طبعا مش هنوصل للساعة، لكن في نفس الوقت لازم نسيبه يرتاح كويس بعد ما بنفرده علشان يدينا نتيجة افضل. العيش يبدأ ينفخ معاكم بكل سهولة بالشكل ده، وكمان يكون خفيف معاكم مش مكتوم من جوه. العجينة نفسها تكون مش مكتومة معاكم من جوه وتاخدوا نتيجة افضل. تمام. مش بياخد معانا اي وقت في التسوية خالص، يدوب كده بيستوي معانا من الجنب اللي تحت بالشكل ده. بنبدأ ان احنا نقلبه على الجنب التاني علشان يبدأ يستوي معانا كويس بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هياخد بالظبط معاكم تسوية اقل من 4 دقايق، ما بياخدش وقت خالص في التسوية فعلا. طيب لو احنا حابين ان احنا نسويه في الفرن برضو عادي نقدر ان احنا نسويه في الفرن. بنعمل كل الخطوات اللي انا قلتها، يعني بنفرد العجينة وبرضو بنسيبها ترتاح، وبعد كده بنبدأ ان احنا نسويه في الفرن عادي برضو مش بياخد اي وقت خالص. اي طريقة في التسوية هنستخدمها فالعجينة ناجحة جدا، ونقدر نسويها باي طريقة احنا عايزينها. تمام. هنبدأ نسوي كل الكمية بنفس الشكل كده على الطاسة النهاردة زي ما احنا شايفين كده، وبعد كده هنرجع مع بعض نشوف الشكل النهائي للعيش. وده كده بيكون الشكل النهائي للخبز او العيش الشامي اللي حضرناه مع بعض النهارده. ما شاء الله عملنا كمية حلوة جدا من العيش بطريقة بسيطة وسهلة، وزي ما شفنا مش بياخد فعلا اي وقت خالص. طري جدا وخفيف وحلو قوي لكل انواع السندوتشات نقدر نستخدمه، بيطلع حلو جدا وفعلا طعمه جميل. كمان اقتصادي جدا زي ما شفنا، العجينة نفسها اقتصادية جدا نقدر نستخدمها في اي مخبوزات او اي معجنات احنا عايزينها. ناجحة جدا وفعلا النتيجة بتاعتها حلوة قوي. فعلا يستاهل التجربة، جربوه متأكدة انه هو فعلا هيعجبكم جدا. يا ريت ما ننساش نعمل لايك للفيديو وننزل تحت الفيديو دلوقتي ونضغط على كلمة سبسكرايب او اشتراك اللي باللون الاحمر، ونفعل الجرس علشان دايما يوصلنا اشعار باي وصفة او كل فيديو جديد. لو ليكوا اي سؤال اكتبولي تحت في التعليقات وان شاء الله هرد عليكم، واشوفكم على خير.